تفتكر ممكن تتجوز شخص وتحس إنه حب حياتك وفجأة تكتشف إنه طول الوقت بيتلاعب بعقلك من غير ما تحس؟ القصة اللي هقولها النهاردة مش خيال، دي حقيقة هتزعل قلوب كتير وتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تثق في أي حد. أنا ريم، عندي 28 سنة، اتجوزت بعد قصة حب طويلة. كنت شايفة إن جوزي يوسف هو فارس أحلامي، الشخص اللي كنت بحلم بيه طول عمري. يوسف كان مختلف عن أي حد عرفته قبل كده، راجل هادي، صوته دايما مطمن، كلامه موزون، وعمره ما رفع صوته عليا حتى لو زعل. كان في عيونه حاجة غريبة، نظرة فيها قوة وسيطرة، بس في نفس الوقت فيها حنان يخليك تحس بالأمان. قابلته وأنا في الجامعة، كان صديق مشترك لزميلتي، كنا بنتقابل كتير صدفة، وهو كان دايما مهذب جدا، بيختار كلامه بعناية. كنت معجبة بشخصيته، لكن ما كنتش أتوقع إن هيكون جوزي في يوم. بعد ما خلصت الجامعة واشتغلت في شركة كبيرة، لقينا نفسنا بنقرب من بعض أكتر، خصوصاً إنه كان دايماً موجود في الأوقات الصعبة. في يوم كان عندي مشكلة كبيرة في الشغل، وهو كان الوحيد اللي وقف جنبي ودعمني. ومن هنا بدأت قصة حبنا. اتقدم لي ورفضوا أهلي في الأول. ليه؟ لأن هما كانوا شايفينه غامض زيادة عن اللزوم ومش عارفين تفاصيل كتير عن حياته، بس أنا كنت بحبه جدا، وقفت قصاد الكل علشان أتجوزه. فضلت شهور أقنع في أهلي لحد ما وافقوا، واتجوزنا فرح بسيط، لكن كان بالنسبة لي أجمل يوم في حياتي. أول شهور الجواز كانت مثالية. يوسف كان بيعاملني زي الأميرة، بيدلعني، يطبخ لي أحياناً أكلات بسيطة، يجيب لي هدايا فجأة من غير مناسبة، وكنا بنقضي ليالي طويلة في الضحك والهزار. كنت بقول لنفسي الحمد لله، ربنا عوض صبري وخلى حياتي جنة. بعد ما خلصت الجامعة واشتغلت في شركة كبيرة، لقينا نفسنا بنقرب من بعض أكتر، خصوصاً إنه كان دايماً موجود في الأوقات الصعبة. في يوم كان عندي مشكلة كبيرة في الشغل، وهو كان الوحيد اللي وقف جنبي ودعمني. ومن هنا بدأت قصة حبنا. اتقدم لي ورفضوا أهلي في الأول. ليه؟ لأنهم كانوا شايفينه غامض زيادة عن اللزوم ومش عارفين تفاصيل كتير عن حياته، بس أنا كنت بحبه جدا، ووقفت قصاد الكل علشان أتجوزه. فضلت شهور أقنع في أهلي لحد ما وافقوا، واتجوزنا فرح بسيط، لكن كان بالنسبة لي أجمل يوم في حياتي. أول شهور الجواز كانت مثالية. يوسف كان بيعاملني زي الأميرة، بيدلعني، يطبخ لي أحياناً أكلات بسيطة، يجيب لي هدايا فجأة من غير مناسبة، وكنا بنقضي ليالي طويلة في الضحك والهزار. كنت بقول لنفسي الحمد لله، ربنا عوض صبري وخلى حياتي جنة. الحاجة الوحيدة اللي كانت مزعجاني شوية هي كسله في البيت، يعني ما كانش بيشارك في أي حاجة. حتى لما كنت برجع من الشغل تعبانة جدا، كان يقعد معايا يكلمني ويضحكني، بس عمره ما فكر يساعدني حتى بحركة بسيطة. الحاجة الوحيدة اللي كان بيعملها في البيت هي كوبايتين الشاي بتوع كل ليلة، كان دايما يسر إننا نشربهم مع بعض قبل النوم. في الأول كنت مبسوطة، حسيت إنه طقس لطيف بينا، لكن الغريب إني عمري ما كنت بكمل الكوباية، كنت بنام فجأة وأنا مسكاها. كنت بضحك وأقول لنفسي هو أنا تعبانة للدرجة دي؟ وهو كان يضحك ويقول واضح إن طريقتي في عمل الشاي بتخليكي تنامي مرتاحة. يوسف كان عنده غيرة غريبة، مش الغيرة العادية اللي فيها حب، لأ، كان أوقات شكاك زيادة عن اللزوم. يعني لو حكيت له عن زميل في الشغل ساعدني في حاجة، كان وشه يتغير، بس ما يتكلمش كتير، يضحك ضحكة خفيفة ويقول ما تحكيش لي عن الرجالة اللي حواليكي، أنا بحب أبقى أنا الراجل الوحيد في حياتك. كنت بحسها رومانسية أكتر من إنها غيرة، وكنت بعتبرها طبيعية، لكن كان في مواقف صغيرة غريبة. زي مرة كنت قاعدة معاه وبصيت في الموبايل وضحكت، فجأة وشه اتغير وسألني بتضحكي على إيه؟ مين اللي بعتلك حاجة دلوقتي؟ كنت بحاول أهدي الموضوع واضحك وأقول له دي بس صورة مضحكة من جروب البنات، بس عيونه كانت بتفضل مركزة عليا بطريقة تخليني أتوتر. عدت الشهور وأنا مش واخدة بالي من أي حاجة، حد ما جه يوم جمعة معين، اليوم اللي غير حياتي كلها. كالعادة كان يوم خروجتنا الأسبوعية، كنا مخططين نروح ناكل سمك في أبو قير ونقضي يوم على البحر. فعلا نزلنا، بس أول ما وصلنا المكان الدنيا قلبت مطر شديد جدا والخروجة باظت. يوسف كان باين عليه تعب، بدأ يعطس ويكح
ووشه كان شاحب. قلت له لأ خلاص نرجع البيت ترتاح. رجعنا البيت وهو دخل يغير هدومه، وأنا رحت بسرعة أدور في درج الأدوية أشوف له حاجة للبرد. وأنا بدور في الدرج لقيت علبة دواء جديدة ما شفتهاش قبل كده. استغربت جدا، مسكت العلبة وقلبي بيدق بسرعة. فتحت النشرة اللي جواها لقيت مكتوب عليها منون سريع المفعول. اتصدمت. ايه ده؟ ليه يوسف عنده منوم؟ احنا الاتنين بننام كويس جدا وما عندناش اي حد في البيت بيعاني من الأرق. وبعد لحظة صمت كل حاجة بدأت تركب في دماغي. كل مرة كنت بشرب الشاي اللي بيعمله كنت بنام بسرعة من غير ما أكمله. كل ليلة كنت بفقد التركيز فجأة وأنا قاعدة معاه. وقتها قلبي وقع. يوسف بيحطلي منوم في الشاي؟ طب لو بيحطلي منوم ليه؟ قلبي يخوني؟ هل دي يستغل إني نايمة وينزل يقابل واحدة تانية؟ بس استني، يوسف مستحيل يخوني، ده بيصملي ومش ممكن يعمل حاجة زي دي. طب هل عايز يعمل حاجة غصب عني؟ برضو مش منطقي. إحنا علاقتنا كويسة جدا ومفيش أي مشاكل. طب يمكن عنده مرض نفسي، يمكن بيخاف مني أهرب، ولا بيعمل كده لسبب أكبر وأخطر. الليل جه وأنا كنت قلبي بيدق ودماغي هتنفجر. يوسف دخل المطبخ زي كل ليلة، وبعد شوية جه بالكوبايتين. ابتسم وقال يلا يا حبيبتي شاي قبل النوم. أنا ابتسمت له وأخدت الكوباية ودلقت نصها على السجادة من غير ما ياخد باله. السجادة كانت تخينة ومش هتبين حاجة. شربت باقي الكوباية قدامه، وبعد دقيقتين عملت نفسي نعسانة وقلت له هروح أنام بدري النهاردة. دخلت السرير وعملت نفسي نايمة. استنيته حوالي ساعة، مفيش حاجة حصلت. كنت خلاص هقوم وأقول لنفسي إن كل ده وهم. فجأة حسيت بيه بيقرب مني، نفسه بقى قريب جدا من وشي. قلبي دق بسرعة، حسيت برعب عمري ما حسيت بيه قبل كده. بدأ يهمس بكلام غريب مش فاهمة منه حاجة، زي طلاسم أو كلمات بلغة مش مفهومة. بعدها فجأة حسيت جسمي بيتقل ونمت. صحيت تاني يوم الصبح حاسة إني تايه. كان في وجع غريب في دماغي وكأن حد ضغط على عقلي طول الليل. يوسف كان واقف في المطبخ بيحضر الفطار، ولما شافني ضحك وقال صباح الخير يا أنية، نمتي كويس؟ كويس، بس صوتي كان مهزوز. قعدنا نفطر سوا وكأن مفيش حاجة حصلت، لكن أنا من جوايا كنت بتقطع، مش قادرة أبص في وشه بنفس النظرة. فضلت طول اليوم أفكر أنا لازم أعرف الحقيقة. ما ينفعش أفضل عايشة مع حد مش فاهمة هو بيعمل إيه وأنا نايمة. وأنا في الشغل كنت قاعدة متوترة، كل حاجة حواليا بقت مش مريحة. حتى زمايلي لاحظوا عليا وقالوا مالك يا ريم، وشك مصفر. قلت لا مفيش، بس شوية تعب. رجعت البيت بدري عن معادي. يوسف ما كانش لسه رجع. قفلت الباب عليا ورحت على النت أبحث. كتبت ليه ممكن حد يستخدم المنوم لشريك حياته. اللي قريته خوفني أكتر. لقيت مقالات عن ناس بتستخدم المنوم مش بس علشان الخيانة، لأ، ممكن يكون علشان التنويم المغناطيسي والسيطرة على العقل. فضلت أقرأ وأقرأ وقلبي بيقع أكتر مع كل كلمة. بدأت أربط الأحداث، نظرات يوسف، طريقته اللي فيها غموض، كسله المتعمد، وكأن كل حاجة في حياتنا كانت معمولة بخطة. تاني يوم الصبح استأذنت من الشغل بحجة إني تعبانة. نزلت ورحت محل أجهزة إلكترونية، اشتريت كاميرا مراقبة صغيرة جدا بحجم عملة معدنية. رجعت البيت وأنا متوترة جدا. ركبت الكاميرا في النجفة بتاعت أوضة النوم، كانت مخفية تماما، حتى لو بص يوسف فوق مش هيلاحظها. رجعت الشغل بعدها وكأني ما عملتش حاجة. بالليل كالعادة يوسف حضر كوبايتين الشاي، قعد جنبي وقال بابتسامة يلا يا روحي شاي قبل النوم. ابتسمت له وانا جوايا نار. اخدت الكوبايه ودلقت نصها بسرعه على السجاده وهو ما خدش باله، وباقي الكوبايه شربتها قدامه. بعد دقيقتين عملت نفسي نعسانه ورحت السرير. يوسف فضل في الصاله شويه وبعدين دخل الاوضه بعد حوالي ساعه. انا كنت صاحيه بس عامله نايمه. حسيت بخطوات وقرب السرير، قرب مني جدا. بدأ يهمس بكلام غريب، نفس الطلاسم اللي سمعتها قبل كده، بس المرة دي كنت مركزة أكتر. حاولت أفتح عيني بس جسمي بدأ يتقل فجأة. حسيت كأن عقلي بيتسحب مني وكل حاجة حواليا بقت ضباب. آخر حاجة سمعتها صوته بيقول حاجة زي دلوقتي هتجاوبيني على كل حاجة.
مفيش حاجة هتستخبي مني. وبعدها فقدت وعي تاني. تاني يوم الصبح صحيت وأنا حاسة إني مش طبيعية. يوسف كان نازل شغله، سلم عليا بابتسامة بريئة وقال: خلي بالك من نفسك. أول ما الباب قفل وسمعت صوت عربيته بتبعد، قلبي بدأ يدق بسرعة. قمت جريت على الكاميرا، شغلت الفيديو اللي صورته بالليل. اللي شفته خلاني جسمي يتشل. يوسف فعلا كان واقف فوق دماغي وأنا نايمة، بيبصلي بطريقة غريبة جدا، زي اللي بيحاول يدخل جوه دماغي. كان بيقول بكلام هادي وموزون: ريم، انتي دلوقتي هتسمعيه من غير ما تقاومي. قوليلي كنتي فين الأسبوع اللي فات؟ مين بيكلمك في الشغل؟ مين في حياتك غيري؟ والصدمة إن صوتي طلع. كنت برد عليه وأنا نايمة، بقوله كل حاجة، حتى حاجات ما كنتش فاكرة إني قلتها لحد. كنت بحكيله عن زمايلي، عن خروجاتي، عن تفاصيل حياتي من غير وعي. وبعد ما خلص أسئلته قعد جنبي وقال كلام أغرب: انتي مش هتشوفي في حياتك حد غيري. هتكرهي أهلك لأنهم كانوا ضد جوازنا. هتبعدي عن أي حد يقرب لك. هتسمعي كلامي في كل حاجة حتى لو غلط. مفيش حد في الدنيا هيملك قلبك غيري. كان صوته هادي جدا بس مخيف. بعد اللي شفته في الفيديو حياتي كلها اتشقلبت. كنت قاعدة لوحدي في أوضة النوم ماسكة الكاميرا في إيدي، دموعي بتنزل من غير ما أحس. كنت عايزة أصرخ، أعيط، أروح أقول لأي حد يساعدني. لكن كل ما فكرت في أهلي أو أصحابي حسيت بنفور غريب، زي ما يكون في حاجز جوايا منعني. افتكرت أوامره: هتكرهي أهلك، هتبعيدي عن كل حد في حياتك، مفيش حد هيملك قلبك غيري. أنا بحبه ولا بحس إني بحبه بس لأنه سيطر على دماغي. هو يوسف اللي كان في الجامعة شخص طبيعي ولا كان بيخطط من زمان؟ حتى حبنا نفسه، هل كان حقيقي ولا هو زرعه فيا من البداية؟ حسيت إني مش عارفة مين أنا ريم ولا مجرد دمية بيتحكم فيا؟ يوسف رجع البيت بالليل زي العادة، بنفس الابتسامة، بنفس الكلام الحنون. قال لي: حبيبتي جبتلك حاجة جميلة هتفرحك. كنت واقفة قدامه ببص في عيونه، مش قادرة أواجهه، كأن لساني مربوط. كنت سامعة صوت في دماغي بيقول: ما ينفعش تزعلينه، ما ينفعش تخوني ثقته، ده بيحبك. اتخضيت. الصوت ده مش صوتي، ده صوته اللي محفور جوه عقلي. تاني يوم الصبح لما نزل شغله حاولت أتصرف. لبست بسرعة ونزلت من البيت. كنت ناوية أروح عند صاحبتي ندى، هي الوحيدة اللي كانت دايما قريبة مني وممكن تصدقني. وأنا في الطريق قلبي بدأ يدق بسرعة ودماغي تتلخبط. كل خطوة كنت بحس فيها إن رجليا بتتقل، وصوت داخلي بيقول: ارجعي البيت، مكانك هنا. يوسف هيزعل لو عرف إنك خرجتي من وراه. وقفت فجأة في نص الشارع، حاسة إني بتخنق. مسكت راسي، حاولت أقاوم الصوت اللي جوايا، بس لقيت نفسي برجع للبيت من غير ما أفكر. دخلت الشقة وأنا منهارة، قفلت الباب ونهارت في الصالة. يوسف حتى وهو مش موجود لسه بيتحكم فيا. بعد ما هديت شوية فكرت بطريقة مختلفة. لو ما قدرتش أواجهه ممكن ألاقي حد يفك التنويم المغناطيسي ده. فتحت النت وبحثت إزاي أخرج من تأثير التنويم المغناطيسي. لقيت نقلات عن أطباء نفسيين متخصصين في فك السيطرة العقلية. كتبت أرقامهم وقررت أتصل بيهم تاني يوم من المكتب علشان يوسف ما يسمعش. يوسف رجع البيت وبصلي بطريقة حسيت إنها مختلفة. قال لي: شكلك تعبانة النهاردة، دماغك مشغولة بحاجة. اتلخبطت. هل هو حاسس إني بدأت أشك فيه؟ قلت له وأنا بحاول أتصنع الهدوء: لأ، بس شغل كتير. قرب مني ولمس إيدي وقلب ابتسامة هادية: انتي عارفة إني بحبك ومش بحب أشوفك زعلانة. ابتسمت غصب عني وكأني مسلوبة الإرادة. جوايا كنت بتعذب وبرايا كنت بتصرف كأني لسه نفس ريم اللي بتحبه. بالليل كالعادة جه بكوبايتين الشاي. أنا خلاص عرفت إنه بيحط لي منوم، فدلقت نص الكوباية على السجادة زي كل مرة. عملت نفسي نايمة وهو دخل بعد حوالي ساعة، لكن المرة دي كلامه كان أطول وأخطر. سمعته بيقول: لو حاولتي تخوني ثقتي أو تقابلي حد من ورايا هتحسي بألم شديد ومش هتعرفي تتحركي. كل ما تفكري تسيبيني قلبك هيتوجع ومش هتعرفي تعيشي من غيري. وقتها دموعي نزلت وأنا نايمة. كنت عايزة أصحى وأصرخ بس جسمي ما كانش بيسمعني. وبعد ما خلص أوامره حسيت نفسي بريب تاني. يوسف نزل شغله وأنا كنت حاسة بجسمي كله مرهق.
رحت الشغل بالعافية، ولما لقيت فرصة اتصلت برقم طبيب نفسي كنت لقيته على النت. ردت عليا السكرتيرة، قلت لها بسرعة أنا محتاجة أقابل الدكتور ضروري، الموضوع عن التنويم المغناطيسي والسيطرة على العقل. ردت عليا الدكتور موجود بكرة الساعة 6 بالليل، ممكن تيجي؟ وثقت فوراً، حسيت بشوية أمل، يمكن أخيراً حد يساعدني. يوسف بيحس بأي حاجة. رجعت البيت بالليل وأنا حاسة إن قلبي بيطير من الخوف. يوسف كان مستنيني. أول ما دخلت بصلي نظرة غريبة وقال كنت فين النهاردة؟ الشغل زي كل يوم. سمعته بيقول ريم، لو حاولتي تخوني ثقتي أو تقابلي حد من ورايا هتحسي بألم شديد ومش هتعرفي تتحركي. كل ما تفكري تسيبيني قلبك هيتوجع ومش هتعرفي تعيشي من غيري. وقتها دموعي نزلت وأنا نايمة، كنت عايزة أصحى وأصرخ بس جسمي ما كانش بيسمعني. وبعد ما خلص أوامره حسيت نفسي بغيب تاني. قرب مني وبصيلي بتركيز شديد، حسيت إن عيونه بتحفر جوه دماغي. قال بابتسامة هادية ريم، اوعي تفكري يوما تبعدي عني، اوعي تخلي حد يدخل بينا، احنا لبعض وفقط لبعض. جسمي كله اتكهرب. هل هو عارف اني بحاول اطلب مساعدة ولا دي مجرد مصادفة؟ اليوم اللي بعده استنيت لحد ما يوسف نزل وطلعت على طول للدكتور. كنت متوترة جدا وانا قاعدة قدامه، حكيت له كل حاجة بالتفصيل، عن المنون، عن الفيديو، عن الطلاسم، عن أوامره اللي بتخليني أتصرف من غير وعي. الدكتور سمعني بهدوء وبعدين قال لي اللي بتوصفيه ده اسمه تنويم إيحائي قسري، وده خطير جدا لو استمر فترة طويلة. يعني ممكن أتحرر منه؟ بس محتاجة جلسات علاجية مخصوص. اتفقت مع الدكتور إني هبدأ جلسة أولى بعد يومين. رجعت البيت وأنا عندي بصيص أمل صغير، يمكن أتحرر أخيراً. لكن لما دخلت الشقة لقيت يوسف واقف في الصالة مستنيني. ابتسم ابتسامة باردة وقال الحمد لله على السلامة، يا ترى كنت فين النهاردة؟ قلتلك كنت في الشغل. قرب مني أكتر ولمس وشي وقال بهدوء مخيف ريم، أنا بعرف كل حاجة حتى لو انتي مش عايزة تقولي. وبعدين وشه اتغير وقال جملة قسمت ظهري، على فكرة أنا عرفت إنك رحت الدكتور. اتجمدت مكاني، قلبي وقع من خوف. هو ازاي عرف؟ هل في حد بيتجسس عليا ولا سيطرته بقت أقوى لدرجة إنه حاسس بخطواتي؟ يوسف بصلي بنظرة باردة وقال واضح إننا محتاجين ليلة مختلفة النهاردة علشان أرجعك تاني زي الأول. وقتها عرفت إن الليلة دي ممكن تكون نقطة اللا عودة. بعد ما يوسف بصلي وقال الكلمة اللي رجت كياني، عرفت إنك رحت الدكتور. حسيت إن الأرض بتتهز تحتي. إزاي عرف؟ هل بيتابعني ولا سيطرته على دماغي بقت أقوى لدرجة إنه بيحس بخطواتي حتى وأنا بعيد؟ وقف قدامي، عيانه كانت فيها نظرة غريبة، مزيج من حب غريب وسيطرة مخيفة. قال لي بهدوء ريم، انتي ناسية إن مفيش حاجة بتستخبى عني، أنا بعرف كل حاجة حتى لو انتي مش بتتكلمي. كنت واقفة زي التمثال، قلبي بيخبط بسرعة ومش قادرة أقول ولا كلمة. عقلي كان بيصرخ لازم أواجهه، لازم أقول أي حاجة، لازم أهرب. لكن في نفس اللحظة حسيت بحاجة غريبة، زي ما يكون في حاجز داخلي بيمنعني من الكلام. لساني اتقفل، دماغي اتلخبطت. يوسف قرب مني ولمس إيدي وقال بابتسامة باردة تعالي، الليلة دي هتبقى مختلفة. دخلنا أوضة النوم، أنا كنت شبه مشلولة، حاسة بخوف مش طبيعي. يوسف جهز كوبايتين الشاي كعادته، حطهم قدامي وقال بابتسامة اشربي علشان ترتاحي. كنت هقول لأ بس لقيت نفسي غصب عني بشرب، مع إني كنت عارفة إن هو فيه منوم. جسمي ما كانش بيسمع كلامي. بعد دقائق حسيت عيني بتتقفل ورجلي بتتقل وبدأت أفقد السيطرة على نفسي. سمعته وهو واقف فوق دماغي بيقول كلامه الهادي المخيف ريم، دلوقتي مفيش حاجة هتفصلك عني، مفيش حد هيساعدك، حتى الدكتور اللي رحتيله هتنسيه، هتنسي كل حاجة عن الجلسة اللي كنتي هتعمليها ومش هتفتكري إنك حاولتي تهربي. كنت بحاول أقاوم، جوايا صوت ضعيف بيقول لأ، لكن جسمي ما كانش قادر. لكن فجأة وأنا في النص ما بين النوم واليقظة شفت صور غريبة في دماغي، كأن يوسف بيفتح لي ذكريات جديدة.
شفت نفسي في الجامعة أول مرة شفته. كنت قاعدة مع أصحابي وفجأة يوسف جه وقعد جنبي. عيونه كانت مركزة جدا. فاكر إنه وقتها قال لي كلمة غريبة جدا: عينيكي هتفضل تشوفني أنا وبس. وقتها حسيت بحاجة زي الدوخة، ومن يومها وأنا متعلقة بيه بطريقة مش طبيعية. الصورة اللي بعدها شفت يوسف وهو بيتكلم مع واحد كبير في السن في مكان غريب. كانوا بيتكلموا عن السيطرة على العقول، وسمعت يوسف بيقول: أنا عايز هتبقى ليا لوحدي حتى لو ده ضد إرادتها. فهمت وقتها إن اللي بيعمله مش صدفة. يوسف درس التنويم المغناطيسي من زمان، وكان مخطط لكل حاجة من أول ما عرفني. رجعت تاني للواقع، ولسه يوسف بيتكلم فوق دماغي: ريم، انتي ليا وبس. حتى لو بعدتي هترجعي، حتى لو حاولتي تهربي دماغك هترجعك. وبعدها الجملة قسمتني نصين: أنا اخترتك علشان تجربي اللي معرفتيش أجربه مع أمي. اتجمدت. أمه؟ إيه علاقة اللي بيعمله بيا بعلاقته بأمه؟ يوسف كمل كلامه وكأنه بيحكي سر لأول مرة: أمي كانت دايما تكرهني، كانت دايما شايفة إن مش كفاية. كنت بحبها ومش لاقي منها أي حب. قررت أتعلم إزاي أخلي أي حد يحبني غصب عنه، إزاي أخلي قلبه ما يعرفش يشوف حد غيري. ولما شفتك يا ريم قررت أطبق ده عليكي. أنا كنت سامعة كل حاجة، بس عقلي بيغيب ويرجع. جوايا كان في صوت ضعيف جدا بيقول: لازم تصحي، لازم تهربي، لازم تنقذي نفسك. حاولت أحرك صباعا، حاولت أفتح عيني، وبصعوبة شديدة قدرت أتمالك لحظة وصرخت بأعلى صوتي: يوسف كفاية. يوسف اتفاجئ، بصلي بدهشة وقال: إزاي قدرتي تصحي؟ استغليت اللحظة دي وزقيته بكل قوتي وقمت من السرير. جريت على الباب وأنا تعبانة وتلخبطانة. نزلت السلم بسرعة وأنا حافية. طلعت بره العمارة، وقفت أوي تاكسي وشاورته. ركبت وأنا مش قادرة أتنفس. قلت للسواق: وديني أي مكان بعيد بسرعة. السواق بصلي بخوف وقال: حاضر يا مدام، بس مالك؟ ما قدرتش أرد. دموعي نزلت وأنا حاسة إني مش عارفة حتى أنا رايحة فين. رحت على الدكتور اللي كنت اتفقت معاه. دخلت العيادة وأنا منهارة. قلت له أنا بتنهد. هو عرف إني جيت لك. مش عارفة أعمل إيه. الدكتور حاول يهديني وقال: ريم، لازم نبدأ الجلسة دلوقتي حالا قبل ما يرجع يسيطر عليكي تاني. بدأ يكلمني بصوت هادي، يحاول يخرجني من تنويم اللي يوسف عامله. كنت حاسة إن في حاجتين بيتصارعوا جوه دماغي: صوت يوسف وصوت الدكتور. وفجأة سمعت الباب بيتفتح. يوسف كان واقف عند باب العيادة. إزاي لحقني؟ إزاي عرف مكاني؟ ابتسم ابتسامة مرعبة وقال: قلتلك يا ريم، مفيش مكان في الدنيا هتقدري تهربي مني فيه. الدكتور وقف قدامه وقال بحزم: ما ينفعش تكمل اللي بتعمله ده، دي جريمة. يوسف ضحك ضحكة باردة وقال: جريمة؟ لا، دي حب للأبد. وقرب مني ومد إيده علشان ياخدني. في اللحظة دي دماغي كلها سودت. سمعت صوت داخلي بيقول: هترجعي معاه، مش هتعرفي تبعدي مهما حاولتيه، انتي ملكه هو وبس. آخر حاجة شفتها كانت عيون يوسف قبل ما أفقد وعي تاني. هل ريم قدرت تهرب؟ ولا رجعت ليوسف وسيطرته للأبد؟ هل الحب اللي بينها وبينه كان حقيقي؟ ولا كان مجرد لعبة تحكم؟ وهل في حد ممكن ينقذها؟ ولا خلاص فات الأوان؟